أسعد الله أوقاتكم جميعا. معكم برزان عز الدين عباس. هذا الفيديو اليوم عن العروبي وإلغاء كردستانية الجزيرة، وهذا المصدر يوضح مدى تزويرهم وادعائهم بأن الكرد نزلوا من تركيا بعد ثورة الشيخ سعيد بيران سنة 1925. رحلتي إلى العراق سنة 1816، كتاب للرحال الإنجليزي جيمس سيلك بيكنغهام، مواليد إنجلترا سنة 1786. من نصيبين عبر سهل سنجار. يتحدث بيكنغهام عن بدء سيرهم من نصيبين باتجاه العراق، فيكتب في الصفحة 7: وصلنا إلى قرية تدعى تل شعير، وبعدها وصلنا إلى ضيعة خليف آغا، والقصد خلف آغا، ويسمي اسم ضيعته بأزروار ويقصد أزناور. وبعدها وقبل الظهيرة تماما بلغنا قرية أخرى تدعى دوغر ويقصد دوغر، وامضينا فيها بقية النهار، وجميع ساكني القرى هم كرد. وفي الصفحة 27 مكتوب دوغر ويقصد دوغر، أزروار ويقصد أزناور، بأنهم من القرى القديمة في قضاء سنجار. وفي صفحة 23 يذكر اسم قرية تل آغا. وفي الصفحة 38 مكتوب تل آغا، ولعل المقصود بها 40 من الأغوات كما كان شائعا، ويكمل إلى أن وصل إلى الموصل. ملاحظة: يتحدث بيكنغهام أيضا عن سلب خلف آغا ورجاله لقافلتهم من النقود والأشياء الثمينة،